ازاي ممكن ان احنا نحقق التارجت ده، ان في الفتره بتاعه الرضاعه الطبيعيه ان احنا نخس وفي نفس الوقت ما ناثرش على كميه اللبن؟ في الرضاعه بحتاج سعرات حراريه واكل اكتر. هو ده حقيقي، يعني الجسم فعلا ممكن يحتاج بس حاجه بسيطه خالص، حوالي 300 او 400 كالوري زياده على اكلي، علشان انا بعمل مجهود وبطلع طاقه اكتر، ففعلا جسمي بيبقى بيحرق اكتر. بس دلوقتي انا عندي تارجت ان انا عايزه انزل في الوزن، وده ممكن ابدا احققه اول ما اعدي فتره ريكفري. ابسط واهم حاجه شكل الطبق بتاعها، اعمل مرتين او 3 في اليوم طبق ايا كان حجمه، بس احنا هناخد طبق متوسط مثلا اللي قدره 18 سم ده، واقسمه. هقسمه ازاي؟ نصه يبقى خضار، اي خضار انا عايزاه. لا هقول لك خدي خضار ني ولا ما تطبخيش ولا ما تعمليش اكل، لا، الخضار اللي انت عايزاه بطريقه معقوله وصحيه وطعمها كويس برضو وظريف. ربع الطبق يكون بروتين، وده بقى يعني ما ينفعش تتنازل عنه، ده مهم جدا جدا. وربع الطبق نشويات، وتحاول اغلب الوقت، مش هقول لك طول الوقت اللي نفسها في مكرونه هتاكل مكرونه مثلا، بس اغلب الوقت اميل للنشويات المعقده اللي هتخليني شبعانه فتره اطول وهتساعدني كمان في اضرار اللبن.